صباعي مدوحس بقاله 7 سنين ونفسي في لحسة مرهم تراميسين. ما هي اللحسه انت بتلحسها على طول يا ولا. يا ولا سيبك من الترانسين والكلام الفارغ دي. انا زي ما بقول لك كده، انت هتطلع على الغيط تجيب حته طين وبعدين تحط عليها شويه جلي وتحط عليها شويه سباق ايه وتحط فيها صباعك عشان الصوابع دي اهم حاجه اليومين دول يا عيال. احنا من غير الصوابع ولا حاجه. تحط صباعك في الجله وفي الطين لمده 4 سنين هو هيقع لوحده. بعد كده يجي لنا صباع تاني. ماشي يابا الفسافيس كلت وشي ومفيش ولا وحده صحيه في البلد كلها اروح اتعالج فيه. يا واد وحده صحيه ايه؟ ولو في وحده صحيه ايه اللي يوديك الوحده الصحيه يا واد؟ امال اعمل ايه؟ انت تطلع على الفرنه اللي عندنا في البيت. ايه الفرنه الفلاح الحلوه دي تظبطها على 220 اعلى درجه حراره وتدخل دماغك في صينيه بالرقبه قال عشان بحب الرقبه. تدخل دماغك جوه كده اهو في الصينيه وتشغل الفرن قد بتاع 100 يوم. هي دماغك هتقع لوحديها هي والفسافيس ونخلص منك وهيبقى برضك بالمره اهو تحديد اسمه ايه دي؟ تحسيس الناس. ايوه وانا عايزه اتجوز يابا. يا بنتي انت صغيره على الجواز يا بيه. يعني انت تعرفي النعجه بتتجوز ايه؟ خروف. لا طبعا ما بتتجوزش خروف، بتتجوز عجل يا هبلي. اول ما تعرفي النعجه بتتجوز ايه هنظبطها. بقول لك يا ابو العيل، بقول لك يا اخد بالي من ايه؟ تاخد بالك كده وتركز مع العيال وتفك ايدك معاهم شويه احسن بصراحه. يعني الفلوس اللي بتيجي من القناي محدش يعرف عنها حاجه. ايه جرى يا فاطمه؟ ما هو اللي بيجي من القناي على اللي بيجي من الحمار اللي احنا مأجرينه للسياحي كله بيتصرف عليكم، وانت اللي كل شويه تجيبي عيال تجيبي عيال. اقول لك صباح الخير يا فاطمه تحبالي. اقول لك مساء الخير يا فاطمه تولدي. اقول لك سلام عليكم تجيبي 2 بداء. طب وانا اعمل ايه يعني يا اخويا؟ وبعدين العيال عزوه يا ابو العيل. لا عزوة ايه؟ والله عزوة ايه؟ انا اعمل لكم ايه زياده عن اللي انا بعمله؟ ما انا بجيب لكم اللي بقدر عليه، وانتوا اللي طول الوقت عمالين تكتروا. انا مش قاعد لكم في الدار. انا مش في الدار، انا مش قاعد لكم في الساحه دي. لا يا وانا استنى يا ابو العيل. قومي يا بنتي يا فاطمه، العيال دول ما بيحمدوش ربنا أيوة. مهما نعمل لهم وجايب لهم. يلا فهمتوا حاجه من اللي ابوكوا قالها؟ اهو انتوا كده على طول ابوكم يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش. وعلى رأي المثل ايوه. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟ طلباتك يا عمدي. انا عايزك تاخد غفير طارق وتروح لاولاد ابو العيله دول وتجيبهم لي. عشان انا جات لي فكري مش عارف ايه هي. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى ادي انت وهو جناب العمدة عايزكم. وهيعوزنا في ايه العمده دروخه؟ طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم. يا جماعه الراجل ده شكله طيب والايمان هيبص من عينيه. وعلى رأي المثل تعالوا نشوفوا عايز ايه. اتكلنا على الله. يلا تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه يا اولاد مالكم متضايقين من ابو العيله في ايه؟ ابو العيله دي ولا بياكلني ولا بيشربني ولا بيجوزني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا انا هلبسكم واحد. انا عايزكم بس يعني تنبسطوا كده. انا هوريكم الخير كله. غفير طارق وزع المعلوم. في المعلوم بقى شوفوا الحياه الجديده اللي هتعيشوها. يلا افرحوا. شوف ايه دي؟ زيت وسمني وسكر. وايه دي يا عمدي؟ ايه دي لحمه انت عمرك ما شفتها ولا ايه؟ يعني اعرفها منين دي بس يا عمدي؟ هنعرفها منين؟ هتعرفوا كل حاجه معايا. انا هجلجلكم الجمعه الجايه فيه معرض للسلع المعمري. ادعوا له يعمل بيت ابوه. كمان ادعوا له يعمل بيت ابوه. نحن نحمل الخير للقريه كلها. تكبير. الله
يا ماكر خيري تعرف زمان خيري من خير خيري. لحمة وسمني، ادعوا له ادعوا له يعمل بيت ابوه. يا ولادي.